السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال يا ربي الحبيب. شكرا لكم على الدعم ديالكم للفيديو السابق، بارك الله فيكم. شكرا للمشتركين الجدد، جزاكم الله خير. هذا الفيديو ديال واحد السيد مغربي شعل خوى عليه البنزيل وشعل فيه العافية في إسبانيا قدام القنصلية المغربية، لأنه كان عنده معاهم رونديفو باش يصاوب شي حاجة، وما عرفتش شنو السبب، شنو ما قبلوش ليه، شنو الله أعلى وأعلم. المهم أنه هو اللي كان كيغوت كيهدد أنه كيقول لهم راه غنحرق راسي، راني غندير، ولكن للأسف المهم ما صوبوش ليه، ما عرفتش شنو. المهم ما عرفتش شنو واقع، يمكن واش السيد ما عندوش الوراق ديالو وما قدروش يصاوبوا ليه شي ورقه. ما عرفتش كيفاش، ما عرفتش شنو كاين. للاسف السيد حرق نفسه وعنده 40% ديال الحرق في الجسم ديالو، لانه حرق الوجه ديالو، الراس ديالو، العنق ديالو واليدين، الصدر، كلهم انه تحرق فيهم. وللاسف كاين فيديو يعني ما نقدرش نحطه لانه مسكين كيفاش كيغوت بالالم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يصوب، الله يصوب صراحه. من واحد الناحيه خص الناس مثلا في القنصليه واحد الفكره. راه نتوما جيتو باش تخدموا المواطن المغربي، راه لولا لما كانوش الجاليه نتوما ما غتكونوش في بلاد اخرى، ما غتكونش عندكم كاع حتى ديك المقر ديال القنصليه، لان ما عندكمش كاينه ديك الجاليه تما. هذه من ناحيه ان الانسان يتساعدوا معاه باش ياخذ وريقاته. هو لو مسكين يقدر ياخذ الهبط للبلاد ويصوب الوريقات ديالو اكيد غيهبط يديرهم، ولكن الله يحسن العون. كاين اللي الله يحسن العون ما عندوش الورق مسكين ويقول لي ضروري خصك ديك الورقه باش نديروا لك ديك الحاجه. هو كيفاش غيدير ليها؟ هو كيف؟ وبزاف د الاشياء اللي كيقدر الانسان يمشي لك يقول لك ما يمكنش، ما نقدروش، ما الله يحسن العون. من ناحيه اخرى يعني راه ما خصش الانسان غير مثلا بغاوش يديروا معايا واحد الحاجه ومبغاوش كذا، راه نقدر نقلبوا على حلول اخرى. راه ماشي الحل الوحيد هو اننا نحرقوا نفوسنا. هاد السيد هاو مثلا حرق نفسه، اشنو استفد؟ شنو غيستافد؟ غيصاوبوا لك الورقه، ها لنفرض غيصاوبوا لك، شنو هي كاع هاد الورقه؟ شنو غتكون بالمقارنه مع الجسم ديالك؟ هذاك الجسم عطاه لك الله امانه، عطاه لك الله امانه. داك الجسم واش كيعطينا الله امانه خصنا نرجعوها لمولاها، باللي غنموتوا ترجع لله سبحانه وتعالى كيف ما خلقنا. امانه خاصها ترجع لمولاها. يعني ما يمكنش انسان يشعل العافيه في الجسم ديالو. عرفتي الحرق ديال الانسان كيتحرق هو حي، راه بالدرجه الاولى في الالم، بالدرجه الاولى. شوفوا غير الانسان كتكوني غير طيبي شي حاجه في الفران الا تحرقتي كيفاش كتحسي بالالم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نطلب الله سبحانه وتعالى الله يشافيه يا ربي الحبيب، الله يشافيه ويشافي جميع المسلمين. هاد القضيه انا كنشوفها بالدرجه الاولى، كنشوفها تهور. الله يحسن العون. في حاله غضب كيقدر الانسان يدير حوايج خايبين، الله يحسن العون. لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا، سمحوا لي المهم على الصوت ديالي، راني مريضه صراحه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا فاش يغضب شي واحد يتوضا ويسجد لله، توضا ونسجدوا الله. لان فاش كيتوضا الانسان كيبرد سبحان الله، وتا داك الشيطان كيمشي. فاش كتسجدي كيمشي الشيطان، صافي كيرتاح الانسان. هادو الحوايج اللي بزاف السنن اللي حنا ما كنديروهمش صراحه وكيفيدوا الانسان. متفقه معك. كي يقول لي الغضب الله يحسن العون، الله يحسن العون. بالخطرات كتوصلي لواحد المراحل في الغضب لا اله الا الله محمد رسول الله. ما يعني كاين بخطره شي واحد كتقولي حتى ديك نعل الشيطان ما كيبغيش حتى ينعلو، كيقول لك لا ما كاينش زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يدير تاويل الخير يا ربي الحبيب، الله يدير تاويل الخير لجميع الناس وجميع لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي.
حتى فايته وقعات هاد الحوايج، فايتين وقعت حتى في المغرب. الا عقلتو واحد السيده كانت كتبيع المسمان ولا الخبز شحال هادي، حتى هي وما عرفت شنو قال ليها المقدم ولا القيد، حيدي من تما ولا ما نعرف بحال هكا شي حاجه بحال هكا مسكينه، وحتى هي حرقت نفسها. شنو استفدت؟ شنو وقع؟ راه المشكل ما كتوقفش، راه ما غتوقفش الحياه عندك، ولا راه غيتعاقبوا وحدين اخرين وانت زعما راه خصك الا بغيتي شي حاجه خصك توقف عليها، توقف عليها، تدافع على حقك، توقف على الحق ديالك، ولكن ماشي هذا هو الحل. هذا ماشي حل، هذا ماشي حل. باش انسان يحرق النفس ديالو راه ماشي حل. لا اله الا الله محمد رسول الله. والسيده حتى هي مسكينه كانت توفات، كانت حتى هي حرقت راسها وتوفات، وشنو صورات؟ ما صورات والو، غير كانت موراها بقات مسكينه ما عرفت بنتها ويمكن الجد ديالها، يعني اللي هو الاب ديال هذيك السيده اللي تحرقت. يعني ما كيصور الانسان والو، يبطل كيخلي موراه واحد الناس اللي ربما كان المعيل ديالهم، ربما هذا مسكين لحد الان ما بان حتى شي حد من الاسره ديالو، ما بان حتى شي حد الله اعلم من العائله ديالو في المغرب، وباقي ما ساقوش الخبر انه راه هو اللي وقع عليه هكاك، باقي ما في اخبارهم ما يتعاود. الله اعلى واعلم. القنصليه المغربيه لحد الان ما خرجتش بشي حاجه ولا قالت شي حاجه، كانما في خبارهم ما يتعاود. وما هادشي راه وقع قدام القنصليه، والناس عيطوا الاسعاف وحاولوا انه يطفيو العافيه اللي في الجسم ديالو، وعيطوا الاسعاف. ومسكين كيتألم بواحد كيفاش كيغوت لا اله الا الله محمد رسول الله. هذيك الغضب، ولكن الانسان فاش كيولي يحس بداك الحريق فين غيبقى يبان لك داك الغضب اللي كان فيك فين؟ لا اله الا الله والله. ما لقيت ما نقول صراحه. فاش شفت داك الفيديو اثر فيا صراحه. خاص الانسان يتصرف بواحد الحكمه. عندي مشكل، هو خصني نتصرف بواحد الحكمه، خصني ندافع على حقي. كمواطن مغربي من حقك انك تهضر على حقك، من حقك انك كاين شي حوايج في الحقيقه في القنصليه مؤخرا مع المرض اللي كان وقع، ولاو كيعطيو انك دير رونديفو، تاخذ رونديفو في التليفون، خاصك تصور جميع المعلومات ولا جميع الوثائق اللي عندك، وكتدفع اش من دوموند واش من، يعني ولات فيها عراقل. هي من ناحيه زوينه، من ناحيه انك ما كتضيعش الوقت، كتمشي الرونديفو ديالك في الوقت وكتقضي الشغل ديالك في الوقت. من ناحيه الناس اللي قاريين وعارفين. الناس اللي ما قارينش كتلقاهم ساكن ما عارفينش وما قادرينش يوصلوا لهذاك المعلومات، وما عارفينش كيفاش يوصلوا لداك الشيء، كتلقاهم حاصلين. كيمشيو كاينين الناس اللي على برا كيكونوا عندهم وكالات كيعاونوا هاد الناس. ما عرفتش شحال، واش كيديروا لهم 5 اورو او لا 10 اورو باش يدفعوا لهم هذاك لا دوموند، الله اعلم. ما عرفتش، ما نقدرش نعطيكم الخوت بالضبط كيديروها لهم باش يديروا. هي كيف قلت لكم من ناحيه زوينه، ومن ناحيه الناس اللي ما قارينش من ناحيه ديالها خايبه. هادشي ما كان. كنتمنى الله يرزق السلامة يا ربي الحبيب، الله يرزق السلامة، الله يرزق السلامة وصافي. وشكرا لكم الإخوان والأخوات على الدعم ديالكم، على اللايكات، ما تنسوناش من اللايكات، ما تنسوناش الإخوان حتى من الدعاء ديالكم، وللمسلمين في سوريا وفي تركيا ما تنسوهمش الإخوان من الدعاء. ربي يخفف عليهم والله يرحم أموات ديالهم يا ربي، والله يخفف عليهم ما وقع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأمر لله الواحد القهار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.